Who will win? Well, I can't the match. I can't predict the match. I know the match is going to be a very strong match because Zamalek they are coming up now, so I cannot give the match to Ali, Wallahi, and I cannot give the match to Zamalek. I just believe whichever team take their chances, we win the game. Who will score? Junior Ajayi or Stanley? These two guys, they are my friends from Nigeria. What I want Zamalek to win. I want Zamalek to win. But yeah, I want Zamalek to win. But I know it's not an easy match for them. Thank you very much. All right, you're welcome. دي كانت تصريحات ويليام ايجيبتورا اللاعب النيجيري لاعب وسط انبي اللي قال انها كانت مباراه عصيبه جدا امام فريق عنيد زي طلائع الجيش، وقال كمان ان المباراه كانت صعبه بالتاكيد، وخاصه ان انبي في موقف صعب جدا لا يحسد عليه هذا الموسم، وده المركز اللي لم يعتاد عليه انبي على الاطلاق طوال مشواره في الدوري الممتاز، وبالتالي كان عليه هناك ضغط عصبي على اللاعبين للفوز في تلك المباراه. سالته عن توقعاته لمباراه القمه، قال انها بالتاكيد هتكون مباراه ديربي وكل العالم بيتابعها. قال ان جونيور اجاييه لاعب النادي الاهلي وستانلي لاعب نادي الزمالك من اصدقائه الشخصيين، ولكنه بيتوقع فوز نادي الزمالك بالقمه لان هو زملكاوي. سالت مانويل ايجيبتور على العروض المقدمه اليه من انديه الدوري المصري او انديه الخليج، قال بالتاكيد انا جاي لي عروض كتيره جدا ان انا ارحل عن انبي، ولكن الوكيل بتاعه وكيل اللاعبين